السلام عليكم مشاهدي الأوفياء، نهاية أسبوع موفقة للجميع بإذن الله. غنحضر معكم اليوم إن شاء الله واحد الحشوة ديال بسيطلات صغار رائعة كتجي خطيرة في المذاق، فخليكم معايا جميع نشوفوا المقادير وطريقة تحضير هذه الحشوة ديال البسطيلة. وبالنسبة للمقادير فأنا عندي هنا تقريبا دجاجة ونص اللي حيدت لها جلدة، نقيتها مزيان ورقتها في الماء والملح والخل ولا الحامض. كمية من البصل مقطع هكا مربعات رقيقة، كمية من الجزر مقطع هكا طويل، والكميه طبعا كتبقى اختياريه. عندي كميه من الشعريه ديال الروز، نحتاج كذلك لواحد نصف بصله، واحد الجزره هكا مقسوم على 4 اوراق ديال النعناع اللي غادي نسلق فيهم الدجاج، كميه من الثوم محكوكه، عصير ليمونه حامضه، قشره ليمونه حامضه محكوكه، قزبور ومعدنوس، زيت زيتون وزيت المائده، فروماج احمر. وبالنسبه للعطريه فانا غادي نحتاج هنا الملح، ابزار، زنجبيل، خرقوم، واحد جوج ضامه ديال الدجاج، واوراق الرند. فهادو هما المقادير. وبالنسبه للطريقه فاول حاجه غادي ندير في الطاوه هكا، غادي ندير هاد الدجاج اللي عندي، غادي نديرو طبعا يتسلق. غنضيف له هاد البصله هكا اللي مقسومه على جوج، واحد الجزره هكا مقطعه على 4، واوراق ديال النعناع. غادي نضيف اوراق الرند، الملح، الابزار، صافي. وغادي نضيف الماء الكافي، وغادي ندير الكل فوق النار حتى طيب معايا الدجاج ونرجع معكم. انا هاد الشعريه غادي نسلقها في الماء اللي سلقت فيه الدجاج، يعني غنصفي هاد الدجاج على هاد الشكل، والماء ديالو غنسلق فيه هاد الشعريه، كتجي من السماء احسن ملي غنسلقوها غير في الماء سخون. غنخليها واحد 3 ديال الدقائق، من بعد غنصفيها ونقطعها هكا ونخليها على جنب. غناخد الدجاج ديالي، يعني غنحيد له ديك العظام والزوائد كامله، وغادي نقطعو هكا رقيق، غنخليه على جنب. وفي مقلاة فوق النار درت خليط من زيت الزيتون وزيت المائده. غادي ندير هاد البصيله اللي عندي، نضيف الثوم، نخليها حتى تنزل شويه، ونضيف هكا هاد الجزر، يعني وما نتعذبش معاه، غادي نغطيه حتى يرجع فيه الهواء ديالو، عاد نخلط يعني كينزل بسرعه. من بعد غنضيف العطريه اللي هي الملح، الابزار، الزنجبيل، الخرقوم. غنضيف هاد الضامات ديال الدجاج ونخلط الكل من جديد، ونضيف واحد نص كاس ديال الماء ونغطي على الخليط ونخليه حتى يطيب معايا على هاد الشكل. عاد نضيف هنا الشعريه ديالي، نضيف الدجاج، قزبور ومعدنوس، القشره ديال الليمونه والعصير ديال الليمون الحامض، ونخلط الكل طبعا ونخليه حتى ينشف معايا الخليط مزيان مزيان. عاد نطفي عليها ونرجع معكم. صافي، فهنا من بعد ما خليتها بردات شويه غادي نضيف لها فروماج حمر ونخليها على جنب. غناخد هكا الورقه الصغيره، انا عندي ورقه ناشفه يعني ما مدهوناش بصفه نهائيه، يعني غتعذبني في الخدمه، مي معليش. غنحيد لها دوك الجوانب، غادي يعني نحلها بهذه الطريقه. صافي، وغناخد ورقه هكا غادي نقسمها على 4، يعني على النصف ثم النصف النصف. غناخد يا اما سيركل يا اما هكا زليفه صغيره. غادي ندير الورقه اللي الوجه ديالها ناشف من داخل، غادي نضيف هذاك المربع اللي قطعت، وغادي نعمرها بالحشوه، وغادي نحاول نجمعها، يعني ما غنلصقها حتى بشي حاجه، نجمعها على هذا الشكل وغادي نقرصها. نعاود معكم وحده اخرى، يعني كندير الورقه ديالي ديال البسطيله الوجه الناشف كنديرو من داخل، هذاك النصف اللي قطعت كنديرو هكا في الداخل، فقط باش كنضمن ان ما تقطعش معايا وكيجي الوجه ديالها يعني عامر وما كتباناش الحشوه من الوجه. يعني طريقه سهله. الورقه ديك الربعه ديال الورقه كنديرو في الاسفل، كندير الحشوه، كنحاول يعني نجمعها على هذا الشكل. صافي، فكنستمر طبعا بنفس الطريقه حتى كنسالي، كنضغط عليها هكا شويه باش كتلصق لي العجينه في هذاك الخليط، كندهنها بالقليل من الزيت وكندخلهم يطيبوا حتى كيتحمروا معايا يعني على هذا الشكل، كيجيو مقرمشين ورائعين. فانا غنزينهم هكا بالقليل من الفرماج احمر، وتزيين يعني كيبقى اختياري. غنضيف واحد الجزء صغير من الحامض، وغادي نزين هكا بواحد العريش ديال المعدنوس. صافي، وغادي نستمر
يعني نتوما كتشوفوا محمرين من الاسفل ومن الاعلى باش يجيو معكم مقرمشين صافي. وهذا هو الشكل ديالهم بعد ما ساليتهم بالتزيين. فكنتمنى طبعا تجربوهم وما تبخلوش عليا بتعليقاتكم اللي كيشجعوني. والى فيديو قادم باذن الله، مع السلامه.